مين فينا يا صديقي ما حاولش في يوم من الايام انه يخترق الواي فاي بتاع الجيران؟ او مين فينا ما حبش في يوم ان هو يفتح البروفايل بتاع صاحبه يشوف الشات بتاعه من جوه هو بيكلم مين؟ ولما كبرنا شويه يا صديقي بدانا نسمع مصطلح هاكر والناس اللي مخبيه راسها وان انت عايز تبقى هاكر بقى وبتسرق بقى الايميلات وحد كده من اللي هم الناس التقيله دي. لكن لما هتكبر شويتين يا صديقي وهتبقى في سن كده او اصغر مني شويه وتدخل الجامعه بتاعتك او حتى تكون في ثانويه هتبدا تعرف ان الهاكر ده حاجه صغيره جدا جنب مصطلح مبرمج، وان الناس المبرمجين دول ناس جامدين جدا ويقدروا يعملوا حاجات كتير انت ما كنتش تتخيلها. ولما تكبر شويتين وتبدا تتابع طارق صادق هتعرف ان شغلانه المبرمج دي شغلانه مهمه جدا، مش بس لانك عن طريق البرمجه تقدر تعمل كل الحاجات اللي انت كنت عايزها دي واكتر كمان، لا ده انت ممكن منها تكسب فلوس وفلوس كويسه جدا. بص يا صديقي من الاخر انا مش عايز اطول عليك، انا عايزك تتابع الحلقه للنهايه. انا طارق صادق وانت منورني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم فيديو جديد. معاكم طارق صادق. بفكركم إن احنا هنا في القناة بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيع، فما تبخلش عليا باللايك الحلو بتاعك وكمان السبسكرايب. خلاص يا صديقي قربنا من 100,000، فاعمل السبسكرايب الحلو بتاعك اللطيف علشان تفرحني. البرمجة يا صديقي وليه تتعلم برمجة؟ سؤال فعلا ما عادش ينفع تطرحه اليومين دول، لأن وظيفة المبرمج أصبحت واحدة من أهم، دي لو ما كانتش هي أصلا أهم الوظائف المتاحه دلوقتي في السوق. غير ان وظيفه المبرمج ده صديقي انت مش محتاج تشتغل في شركه، ده انت ممكن تشتغل باللابتوب بتاعك ومن بيتك. غير ان المرتبات بتاعت المبرمجين يا صديقي ما اقولكش، ادخل بنفسك وابحث. ومن مميزات كمان انك تتعلم برمجه وتكون مبرمج انك مش محتاج تكون خريج كليه معينه، يعني حرفيا ممكن تعرف واحد خريج كليه تجاره وشغال مبرمج، ممكن تشوف واحد دكتور وشغال مبرمج. فالوظيفه دي يا صديقي مش بتحتاج منك انك تكون خريج مكان معين، وليها مصادر كتير جدا منها اللي بفلوس ومنها اللي مجاني. وده صديقي اللي جاي اكلمك عنه في حلقه النهارده. هكلمكم في حلقه النهارده عن 3 مصادر حلوين جدا وسهلين جدا تقدر تحترف بيهم البرمجه مش بس تتعلمها. فيلا يا صديقي ندخل على 3 مصادر تعلمك البرمجه. اول مصدر معانا صديقي هو كورس CS50، وده واحد من اتقل الكورسات اللي هتلاقيه في مجال البرمجه، لدرجه ان المبرمجين نفسهم مختلفين عليه. هل ده يعتبر كورس احترافي يخليك حد عارف كل حاجه في البرمجه، ولا نقدر نقول ان ده يا دوب داخله ليك لعالم البرمجه بس داخله دسمه شويه وتقيله حبتين وجامده 3 4 حبات كده؟ لكن اللي كلهم اتفقوا عليه انه كورس تقيل جدا 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 وفرصه لاي حد ان هو ياخده. ومن كتر ما الكورس ده صديقي جامد جدا هتلاقيه على مواقع من بتاعه الكورسات بفلوس، وهتلاقيه كمان على مواقع تانية ببلاش. هو نفس الكورس بنفس المحتوى. واللطيف والحلو جدا ان انت لو فتحت اليوتيوب هتلاقي الكورس ده موجود كامل في قائمة تشغيل على اليوتيوب. لو دخلت كتبت على اليوتيوب CS50 هتلاقي الكورس قدامك في قائمة تشغيل كاملة. لا وكمان هتلاقي في ناس ملخصه لك الكورس ده بشكل كامل، وهتلاقي في ناس اخده لك الكورس ده ولانه باللغة الانجليزية مترجمه لك باللغة العربية. يعني من الاخر يا صديقي مالكش حجة ما تاخدش الكورس ده. ولو انت دلوقتي في فترة امتحانات فادينا داخلين على الاجازة اهو، مالكش حجة خالص. يعني بقول لك هتتعلم برمجه وتبقى مبرمج وهاكر وتكسب فلوس، يعني مش عارف انت مستني ايه؟ زي ما انا بالظبط مش عارف انت مستني ايه عشان تنزل تعمل لي لايك وتعمل لي سبسكرايب. انزل يا صديقي اعمل لي لايك وسبسكرايب، عايزين نوصل 100,000 متابع. تاني مصدر يا صديقي تقدر تتعلم منه البرمجه هو فري كود كامب، ودي يا صديقي مؤسسه غير ربحيه، يعني الهدف منها مش ان احنا ناخد منك فلوس عشان نعلمك برمجه. وتخرج منها صديقي عدد هائل من المبرمجين، وكتير منهم شغال دلوقتي في اماكن كبيره جدا في عالم البرمجه، شركات زي مايكروسوفت مثلا او شركه جوجل او حتى شركه فيسبوك واماكن تانية كتير يا صديقي. ولو دخلت عليها هتلاقي عندهم لغات كتير جدا، وهتلاقي عندهم حاجات عن الويب ديفلوبمنت، حاجات عن بايثون، حاجات عن تحليل البيانات. هو بالاخر يا صديقي كنز كبير وما ينفعش تفوته. وكمان هتلاقي عليه فيديوهات كتير جدا بتشرح لك اللغات دي، وكمان امتحانات بعد كل فيديو عشان تقدر تشوف هل انت فعلا فهمت الاكواد والحاجات اللي انت اتعلمتها ولا لا. ومن اكتر الحاجات اللطيفه واللي انا بحبها فيه انه في دايما مشاريع خيريه، بتقعد انت وفريق عمل كده بتبرمجوا شويه حاجات كده لشويه مشاريع خيريه، فمنها صديقي بتاخد ثواب، ومنها بتتعرف على مبرمجين تانيين بتتعلم منهم وبيتعلموا منك، ومنها كمان بتزود التعليم اللي عندك وبتشتغل بايديك، وبتلاقي دايما معاكم حد بيظبط لكم اي حاجه كده تبوظ عشان تطلع الحاجه بيرفكتو. ثالث حاجه صديقي تقدر تتعلم منها البرمجه وببلاش هو اليوتيوب. اليوتيوب يا صديقي كنز كبير جدا تتعلم منه اي حاجه في الحياه. ولو فتحت اليوتيوب هتلاقي عليه مبرمجين كتير وناس كتير سخروا نفسهم لتعليم الناس البرمجه، ومنهم ما شاء الله عرب كتير جدا ومحتواهم محترم واحترافي بشكل كبير. على سبيل المثال قناه اسامه الزيرو، مفيش حد يا صديقي يعتبر هيدخل مجال البرمجه وما اتفرجلوش على حلقه او 2 لاسامه الزيرو. وفي ناس يا صديقي بتبدا من الصفر وما بتبقاش عارفه اي حاجه، بتدخل على طول على الزيرو بتلاقي نفسها لل100 على طول، وصلوا لمستوى الاحتراف. عنده تطوير ويب بتلاقي HTML، تلاقي
بايثون تلاقي، جافا سكريبت تلاقي، كل حاجه عنده تلاقي. غير يا صديقي انك دايما هتلاقيه بيشارك معاك تجاربه وخبراته. يعني انت من الاخر في حد انت عايز تكون زيه، هو هناك اهو جاي بيقول لك انا هناك ووصلت هناك ازاي وعديت بايه وايه الحاجات اللي كانت بتقف قصادي وتعاملت معاها ازاي. فانت من الاخر بتاخد التجربه كامله سواء تعليم او تجارب. وطبعا في ناس تانية محترمه بتقدم لك محتوى محترم جدا في مجال البرمجه للعرب، زي كودزيلا ونور الحمصي وكودر شيار وغيرهم كتير يا صديقي. تقدر تدخل على اليوتيوب بنفسك وتبدا تدور على ناس كتير، شوف ان هو فيهم اللي اسلوبه مناسب معاك واللي بيعلمك الحاجه اللي انت عايز تتعلمها. وبس كده يا صديقي تكون حلقه النهارده تمت بحمد الله. لو عايزين حلقات تانية عن البرمجه او ايه احسن لغه تبدا بيها في مجال البرمجه او اي حاجه تانية يا صديقي، انت تنزل من عينيا كده تطلب تحت في التعليقات وعنيا ليك. بس المهم يا صديقي ما تنساش تعمل لي لايك على الفيديو ده عشان يوصل لعدد ناس اكتر، وتعمل لي سبسكرايب عشان خلاص حلم ال 100,000 بيقرب يا صديقي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. كان معاكم طارق صادق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.